مساء الخير. فقرة آخر الليل، تخاريف قبل النوم، بس هي مش تخاريف، يعني هي فترة فضفضة شوية. أم، النهاردة كان عندي وصلة عياط من بنتي من البيت للمدرسة الصبح ومن المدرسة للبيت بعد البيك اب. بنتي كانت عايزة تروح لبيت صاحبتها وأنا ما وافقتش عشان أنا معرفش أهاليهم، وقلت لها إن it's not safe إن احنا نروح بيت حد احنا ما نعرفوش. بس طبعا هي 6 سنين ومش فاهمة الكلام ده، فطبعا ادتني وصلة عياط محترم. وبالنسبة للموضوع السيفنس بتاع ان احنا نروح بيوت حد، فافتكرت زمان ما كنت صغيرة ورحت كنت في نادي وقابلت واحدة من صحباتي في المدرسة وسلمت عليها ومامتها قفشتني. جابتني قعدتني جنبها وقعدت تسألني أسئلة ولا كأني في تحقيق في الاف بي اي مثلا. انتي مين؟ اسمك ايه؟ مامتك مين؟ بتشتغل ايه؟ باباكي مين وبيشتغل ايه؟ مامتك عندها عربية نوعها ايه؟ باباكي عنده عربية نوعها ايه؟ ساكنين فين؟ وشقتكم كام أوضة؟ وعندكم كام حمام؟ وكان ناقص تقولي عندكم فلوس في البنك. اه، وسألتني بتصيفوا فين. وطبعا انا كطفلة يعني كان عندي ساعتها تقريبا 10 سنين. حسيت بقلق كده وخوف، اللي هو في ايه، انا ليه بتسأل الأسئلة دي كلها؟ ومهم يعني انا مشيت وما حكيتش حاجه لمامتي، ويعني عديت اليوم. بس طبعا يعني البنت اتحطيتها كده ايه في البلاك ليست. لما كبرت دلوقتي فهمت الست دي كانت بتعمل ايه. طبعا هي كانت عايزه تطمن ان الصحاب بنتها في نفس البيئه والمستوى اللي هي فيه، اللي هما فيه، علشان يعني آه، نوع من انواع الاطمئنان. والحقيقه افتكرت مامتي الله يرحمها. انا مامتي توفت وانا عندي 12 سنه، فمعيش معاها ذكريات قوي يعني. بس بفتكر لها كده لقطات. كانت بتعمل ايه مع مامتي مع صحبات وصحاب اختي الاكبر مني. كانت بتعمل نفس اللي الست ده بتعمله، بس بطريقه مختلفه. كانت بتصاحب آه، صحاب اختي، سواء كانوا ولاد او بنات، بتصاحبهم، تخرج معاهم، يروحوا السينما، يروحوا النادي. وكان بتنزل بمستواها لمستواهم عشان يحسوا ان هي يعني زيهم. وفي نفس الوقت كانت من كتر ما هي مصاحباهم فكانوا هم بيحكوا لها، فبتعرف منهم مين هم واهاليهم مين وساكنين فين. وفي نفس الوقت يعني بتخليهم كمان يعرفوها على اهاليهم، فيبقوا مامتي مامتهم صحاب، فيبقوا family friends. فبتضمن ان بنتها او احنا محطوطين في نفس البيئة، كلنا مع بعض، محدش اقل من حد او حد اعلى من حد، احنا في نفس المكان، بنروح نفس الخروجات، مستوانا المادي واحد، مستوانا الاجتماعي واحد، بس من غير ما تحرج حد منهم. لان فاكره قوي لما طنط مامة صاحبتي دي عملت كده وانا احرجت قوي، وحسيت ان انا في ايه، وخفت. انا مامتي ما عملتش كده، كانت بتعمل الاسلوب اللطيف ده. فمش عارفه ليه حكيت لكم الحكايه دي، بس زي ما قلت دي فضفضت قبل النوم، وحسيت ان انا عايزه احكي لكم. وممكن احكي عن مامتي كتير قوي، انا ملياش ذكريات معاها، بس هي كانت ست يعني مختلفه. يعني هي ماتت صغيره، ماتت حوالي عندها 39 سنه. وماتت وانا عندي 12 سنه. ف بس هي 39 سنه اللي عاشتهم دي فيها كانت يعني مليئه بحكايات كتيره قوي. هبقى اكيد يعني في يوم هبقى هحكي عنه. بس تصبحوا على خير.